السلام عليكم ورحمة الله. في تحدي كبير جدا بيواجه أي حد بيبدأ رحلة حفظ القرآن الكريم، مشكلة النسيان. الواحد بيبدأ بكل حماس يحفظ صفحة والتانية، وفجأة بعد فترة يكتشف إن اللي حفظه بدأ يتبخر. شعور محبط جدا وممكن يوصل للياس. طيب، ماذا لو في طريقة تقدر تغير المعادلة دي تماما؟ شوفوا هذه القصة الملهمة اللي بتلخص معاناة الكثيرين. صاحبها يقول: كنت أحفظ وأنسى حتى يأست من نفسي. لكن القصة ما انتهت هنا عند اليأس، لا، دي كانت نقطة البداية، بداية اكتشاف طريق جديد تماما، طريق أخذه من الإحباط للإتقان الكامل. طيب، خلينا نتكلم عن المعاناة مع النسيان. هذه التجربة صدقوني شبه عالمية، كلنا مرينا فيها. بتحس إنها أكبر عقبة في رحلة الحفظ، بالضبط كأن الواحد بيملأ قربة مثكوبة، كل الجهد اللي بيبذله بضيع مع الوقت. هذا هو الواقع اللي لازم نلاقي له حل. لكن السؤال المهم هو: هل فعلا في طريقة لحفظ القرآن بشكل متقن لدرجة إنه مستحيل يتنسي؟ هل ممكن نوصل لمرحلة يكون الحفظ فيها راسخ زي الجبال؟ الجواب اللي بتقدمه لنا الطريقة دي اليوم هو نعم، وبكل تأكيد. وهنا يجي وعد الحفظ المتقن. الطريقة اللي حنشرحها اليوم بتيجي معاها وعد استثنائي لكل شخص يلتزم بيها. وهو مش مجرد وعد إنه الذاكرة حتتحسن، لا، الوعد هو الوصول لدرجة من الإتقان ممكن تكون تبان صعبة أو حتى مستحيلة. إيه هو الوعد ده؟ ببساطة إن الحفظ هيصير زي حفظ سورة الفاتحة. تخيلوا، فكرة مذهلة صح؟ سورة الفاتحة دي جزء مننا، بنقرأها في كل صلاة بشكل تلقائي بدون تفكير، بدون أي تردد. إننا نوصل لنفس المستوى ده مع القرآن كله، هو ده الهدف النهائي. طيب، إيه هو سر ورا الطريقة دي؟ اسمها طريقة التكرار العشرين. الفكرة نفسها بسيطة، لكن مفعولها وتطبيقها قوي جدا. كل القوة، كل السر موجود في رقم معين من التكرارات، رقم مصمم عشان يثبت الآيات في العقل الباطن تماما. الرقم السحري هو 20. طيب ليه 20 بالذات؟ لأن بحسب الطريقة دي هذا العدد من التكرار هو المفتاح اللي بيخلي خلايا الذاكرة تمسك في المعلومة ومستحيل تسيبها. الموضوع مش عشوائي أبدا، الرقم ده هو أساس كل حاجة. طيب، خلونا نشوف إزاي نطبق ده عملياً على صفحة واحدة. أول خطوة، نقسم الصفحة نصين عشان نركز أحسن. نمسك النص الأول لوحده، نقرأ أول آية فيه 20 مرة، بعدين الآية اللي بعدها كمان 20 مرة، وهكذا لغاية ما نخلص كل آيات النص الأول. خلصنا؟ تمام. نرجع بقى نقرأ النص الأول كله على بعضه كوحدة واحدة 20 مرة، وبعدين ننتقل للنص التاني ونعمل نفس الخطوات بالملي. وفي الآخر خالص بعد ما نكون أتقنا كل نص لوحده، نيجي بقى نقرأ الصفحة كلها من أولها لآخرها. كم مرة؟ أيوة، 20 مرة. تمام، كده نكون أتقنا صفحة واحدة. بس السؤال الأهم، إزاي نحافظ على الإتقان ده ونكمل عليه؟ هنا تيجي القاعدة الذهبية التانية في الطريقة دي، القاعدة اللي بتحولها من مجرد خطة ليوم واحد لنظام حياة مستمر. والمفتاح كله في جملة واحدة: المراجعة قبل الجديد. يعني إيه؟ يعني في اليوم الأول هنطبق طريقة التكرار 20 على الصفحة الجديدة بتاعتنا. حلو. اليوم اللي بعده بقى، وقبل ما نفكر نفتح صفحة جديدة، أول وأهم حاجة نعملها هي إننا نراجع صفحة امبارح، نسمعها 20 مرة غيبا. أول ما نتأكد إنها ثبتت تماما، وقتها نبدأ في صفحتنا الجديدة. العادة دي هي الضمان الوحيد عشان اللي حفظناه ما ينسهوش أبدا. ممكن حد يفكر إن صفحة واحدة في اليوم ده تقدم بطيء، لكن لو بصينا للصورة الكاملة، الالتزام بالروتين ده معناه إننا هنختم القرآن كله في أقل من سنتين. متخيلين؟ ده بيخلي الهدف الكبير ده اللي ممكن يكون شكله مرعب هدف واقعي وقابل للتحقيق. بيحول الحلم لخطة عمل واضحة جدا. والحقيقة إن الموضوع أبعد بكتير من مجرد الحفظ. الالتزام اليومي ده تأثيره أعمق من كده. يعني الطريقة دي مش مجرد أداة عشان نقوي الذاكرة وخلاص، لا، دي عملية بتغير الشخص نفسه، رحلة ليها أبعاد روحانية عميقة جدا، بتأثر في الشخصية والروح. شوفوا معايا أثرها الروحاني. أولاً بتعلم الواحد صبر عظيم، صبر حقيقي، وكمان بتنشط العقل، كأن خلايا الذاكرة كلها بتصحى وتشتغل مع بعض في تناغم. والأهم من كل ده إنها بتزرع حب القرآن في القلب، بتحول حياة الإنسان لحالة من السلام والسكينة، لدرجة إنها اتوصفت في المصدر كأنها جنة على الأرض. ومع صدق النية والإقبال على الله بتيجي البركة في الوقت والجهد. وفي مقولة بتلخص التجربة دي كلها بشكل رائع: كلام الله فيه حلاوة لن تتذوقها إلا إذا وهبته وقتك وروحك.
يعني العطاء ده، التكريس ده من القلب، هو اللي بيفتح الباب عشان الواحد يدوق حلاوة القرآن الحقيقية. وهنا عملية الحفظ ما بتكونش مجرد واجب أو مهمة، لأ، بتتحول لمتعة روحية حقيقية. وفي النهاية نختم بنفس الدعاء اللي بيعبر عن أسمى هدف للرحلة دي كلها: اللهم اجعل القرآن نور قلوبنا. لأن الهدف في الآخر مش بس إننا نملأ عقولنا بالآيات، الأهم هو إن قلوبنا تنور بنور القرآن. يا رب يكون في الشرح ده دافع وفائدة لكل حد ماشي في الطريق المبارك ده. اللهم آمين.